نوحي يا طيور الجوى نبكي. هذه المرثية مقدمة من الأخ جمال أحمد محمد القوسي رثاء وتعزية بعد وفاة والدته. كتب كلماتها الشاعر عبد القوي مونس القوسي. أداء محمد غالب. توزيع وهندسة صوتية محمد حجر. تم التسجيل في استديو التاج الذهبي اب مفرق حبيش. صاغ القافية بو جميل من بعد الفراق الجليل، لمه حس عيش ثقيل ليلي من سهاد طويل. نوحي يا طيور الجوى نبكي أم صالح سوا، ذي كانت لنا كالدواء مشفى للفؤاد العليل. كانت في حياتي سراج ملي بعدها من خراج، كانت سلوتي والعلاج مشيل أم عبد كانت للخواطر سلا أغلى أمي فوق الغلا، كانت درع ضد البلاء مشي مثلها مستحيل. كانت شمسنا الطالعة دعواتها لنا نافعة، تدعي والعيون دامعة والله ما لها من بديل. ما نامت ولا في سهر ما حست بطيشي ضجر، ما حد مثلها لي صبر كانت ظل عيش الظليل. كانت لي جلال الهموم كانت طب ضد السموم، لكن حان وقت العزوم رب الملك قال الرحيل. أمي في وداع الشجون دمعي من عيوني عيون، لله كلنا راجعون حسبي الله ونعم الوكيل. أمي من فراقش ألم خلاني رهين العدم، واقرا دمع عيني بدم يما ليش دموعي تسيل. يا أخت المحنك علي صيتي في اللوى ما بلي، صقرا الشرع والمنهلي من حيدر أصيلي أصيل. أبو الغادر وأحمد جمال حس الحزن مثل الجبال، حنوى ودع لأم الرجال من كانت لحب تميل. كم فاضت لحب كثير كان صغر بنيها الأخير، تنظر بالوداد الغزير حب الكل جنبه قليل. الله من شعور الفراق لأمي صعب جدا وشاق، مالي الزاد عندي مذاق صار الغم فينا نزيل. متى الحضن ذي لمني، متى البطن ذي شالني، متى الطرف ذي شافني، ملكه والثرى والرعيل. كانت نوري في بيتنا كانت كنز أعمارنا، كانت ظلنا كلنا كانت بالمودة كفيل. كانت نوري في بيتنا كانت كنز أعمارنا، كانت ظلنا كلنا كانت بالمودة كفيل. واختم بالصلاة القصيد للمختار دايم مديد، ما صلت عليها العبيد الخلاق في كل جيل. واختم بالصلاة القصيد للمختار دايم مديد، ما صلت عليها العبيد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.